السلام عليكم، يعطيكم العافية. اليوم رح نحضر مع بعض سلطة عربية بامتياز، وهي سلطة الفتوش. رح نحضرها بنكهة وطعم خرافي بياخدوا العقل. خلونا نبلش نحضر طبقنا لليوم. عندي هنا بندورة وخيار وفليفلة حلوة وبقدونس مفروم فرم وسط، وعنا خس وأوراق النعناع الأخضر. بتقدروا تستعملوا أي خضار تانية. للدريسنج عندنا هنا بصل مفروم ناعم، سن من الثوم، معلقة صغيرة ملح، ربع معلقة صغيرة فلفل أسود، معلقتين من السماق، ومعلقة كبيرة من أوراق النعناع المجفف. هلا بهرسهم مع بعض كتير كويس، والنكهة عندي بتكمن بهذا المعجون. هلا بضيف لهم عصير حبة من الليمون، ومعلقة كبيرة من خل التفاح، معلقتين من دبس الرمان، ربع كوب من زيت الزيتون. هلا بخلطهم مع بعض كتير كويس، والدريسنج عنا هون صار جاهز. هلا بصب الدريسنج فوق الخضار يلي قطعتها، وبقلبهم مع بعض كتير كويس. والخضار عنا هون صارت جاهزة. عندي هون كمية من الخبز قطعتها وعملتها بالأشكال هاي، جزء منها عملته ببيون والجزء الثاني عملته على شكل رولات. هلا بنزين الصحن بالطريقة اللي بنحبها. أنا زينتها بهذا الشكل، وضفت لها كمان حب الرمان. هيك طبقنا صار جاهز، طعم ومنظر خيالي بياخد العقل، وأنا متأكدة إنها رح تعجبكم. ألف صحة وهنا. وعنا هون النوع التاني من السلطات، وهي سلطة الرمان مع اللبن الزبادي. وطريقتها ومقاديرها كتير سهلة وبسيطة. لتحضيرها بدنا كوب كامل من لبن الزبادي، ربع كوب من المايونيز، ربع كوب من الجمر أو القشطة، معلقة من عصير الليمون، ربع كوب من أوراق النعناع الأخضر فرمتهم ناعم، معلقة صغيرة من الملح. هلا بخلطهم مع بعض كتير كويس، وهلا بضيف لهم معلقة كبيرة من العسل. وإضافة العسل هون عندنا هون اختيارية، بس بتعطيها طعم كتير طيب. برجع بخلط المقادير مع بعض مرة تانية، وهيك الدريسنج عندي صار جاهز. هلا بضيف عليهم 2 كوب من حب الرمان، وبقلبهم مع بعض كتير كويس. وهيك السلطة عنا صارت جاهزة. وهون بعد ما بردتها وقدمتها بالشكل الحلو هاد، زينتها بالنعناع الأخضر والرمان. جد وصفة رائعة وسهلة وسريعة وبسيطة وغير مكلفة، وألف صحة وهنا. وثالث نوع من أنواع السلطات عنا اليوم اللي هي سلطة الجرجير. راح نحضرها بطريقة كتير طيبة وسهلة. عندي هون حبة بصل قطعتها شرحات رفيعة بهذا الشكل، بضيف لها رشة ملح ورشة فلفل أسود. هلا بفرك البصل بإيدي بشكل كتير كويس لحتى تصير عندي البصلة طرية. البصلة صارت عندي هون جاهزة. هلا بنحضر الدريسنج. عندي هون 3 معالق زيت زيتون، معلقة كبيرة من خل التفاح، معلقتين دبس الرمان، معلقة صغيرة من الملح، معلقة كبيرة من عصير الليمون، ومعلقتين من السماق البلدي. هلا بخلط الدريسنج بالطريقة هاي، وهيك صار عنا جاهز. هلا بضيف فوق البصل، بقلب البصل مع باقي المكونات، وهيك صار عنا جاهز. هلا بضيف تتبيلة البصل فوق كمية من الجرجير، غسلتها ونظفتها ونشفتها كتير كويسة من المي. وهلا بضيف معها كمان كوب كامل من حب الرمان، وهيك هلا بقلبهم مع بعض كتير كويس. وهيك السلطة عندي صارت جاهزة. هلا بنزينها وبنقدمها. أنا زينتها وقدمتها بالشكل الحلو هاد، مع حبات جوز عين الجمل والرمان الحب. وصفة سهلة وسريعة وكتير طيبة، بتتقدم مع شاورمة اللحمة. وصفات التلاتة هون صاروا جاهزين، وإن شاء الله إنهم رح يعجبوكم، وسهلين وسريعين وبسطة وطعمهم خيالي بياخد العقل. وألف صحة وهنا.